يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره، وحشتوني. لو اول مره بتشوفيني، انا ام جنى ودي قناتي ست بيت لهلوبه. اتمنى تخشي تاخدي لك لفه كده في القناه، وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنزله يا ست الكل. الفيديو بتاعنا بقى النهاردة هنعمل فيه شوية تجهيزات كده لشهر رمضان، وهعمل فيه تورتاية حلوة كده بسيطة وسهلة للمبتدئين واللي أول مرة يعملوا تورتة. يعني هيعملوها باحترافية وفي خطوة واحدة وبدون ما نفصل البياض عن الصفار، وهنعملها بكل سهولة. والتورتاية دي بمناسبة الانتهاء من الامتحانات، وطبعا تشجيعا لهم ان هم جاوبوا كويس، وان شاء الله ان شاء الله يبقوا من الناجحين ان شاء الله، هم وكل اولادنا اللي بيمتحنوا واللي لسه هيمتحنوا بامر الله. اول حاجه كده انا قلت اعمل لهم الغدا كده علشان يتغدوا، وبعد كده ما حدش يطلب مني حاجه تاني، وافضى بقى ايه الحاجه اللي انا هعملها في المطبخ. طبعا الجو ساقع جدا، فقلت اعمل لهم بقى شويه عدس كده يدفوهم. غسلت العدس كده زي ما انتم شايفين وحطيته بقى، وحطيت معاه طماطم وجزر وبصل وتوم، توم فصوص، وسبته بقى كده يستوي مع نفسه. وقلت كمان اعمل لهم طبق مقبلات كده، يعني بتنجان مقلي كده بالثوم بقى والهريسه اللي كنا عاملينها مع بعض قبل كده، اللي هي بالفلفل الاحمر. يعني الهريسه انتوا عارفينها يعني اكيد. واعمل برضو شويه طماطم كده واعمل لهم ايه، يعني طبق مقبلات حلو كده بيبقى حلو قوي جنب العدس. وانا لما بيكون يعني في يوم ساقعه قوي قوي كده يا بنات، بحب اعمل لهم عدس، اكله شتويه جميله كده وبيدفيهم، يعني بيدفينا بجد من برد الشتاء ده. قطعت البتنجان وحطيته يتقلي، وهنا كمان بقطع شرايح كده من الطماطم، وعندي كده البتنجان اتقلى كده زي ما انتم شايفين، وحطيته بقى في الطبق كده على جنب عشان هحط كل المقبلات في طبق واحد كده. حطيت هنا في البولة دي عندي معلقتين كده من هريسة الشطة. طبعا هريسة الشطة دي مش ضايفة عليها اي حاجة، ومحتفظة بيها في التلاجة عندي كده زي ما قلت لكم قبل كده. حطيت بقى عليها ليمونة وحطيت شوية ملح، وبحط سنة كمون كده صغيرة، مش كتير قوي عشان بحس ان الكمون بيحود ناحية السمك شوية. وحطيت برضو ربع معلقة صغيرة خالص من الكزبرة الجافة. وهبتدي بقى ايه ان انا اتبل البتنجان والطماطم دي. طبعا انا دقتها لقيتها ايه ان هي حلوة، يعني كان طبعا بعمل بصل مع التتبيل مع المقبلات دي. يعني بعمل بصلايه برضو، بقطع مع بصلايه شرايح مدوره زي الطماطم كده، وبقلي فلفل. بس كان للاسف اخر بصلايه اللي انا حطيتها مع العدس دي، فقلت خلاص مش مشكله. لكن عايزه اقول لكم ان هي بالبصل بتبقى جميله جدا، ويا سلام بقى لو معاه بصل اخضر بتكون طعمها احلى واحلى. بدات بقى ان انا ارش عليها كده من التتبيلات. عايزه اقول لكم التتبيله دي تحفه جدا، اللي هي هرسه الشطه مع الليمون مع الملح مع توم، يعني بتديها طعم جميل جدا مع شوية كمون كده. حطيت بقى على البتنجان كله كده، وحطيت على الطماطم في يعني كام بتنجانة كده انا سايباهم، وكمان البتنجانتين من تحت عشان ولادي بيحبوا ياكلوا البتنجان، مش بيحبوا الهريسة دي. فانا حاطه كده علشان ايه اللي عايز ياخد بالهريسه دي ياخد، واللي مش عايز خلاص. حطيت كمان هنا كان عندي قرن فلفل اخضر واحد قطعته وحطيته كده بالشكل ده، وحطيت برضو قرن فلفل احمر. عايزه اقول لكم ان القرن ده ما اتاكلش لانه كان حامي جدا، حامي حامي جدا جدا، يعني حامي بمعنى الكلمه. فهو فضل يعني ما حدش كله. هنا هو طبعا يعني ما فيهوش حاجه، فانا قلت هبقى اقطعه كده حتت صغننه واحطه مع هريسه الشطه. قطعت كمان كده خيار، برضو جبت خيارية قطعتها لطرنشات كده، والطرنشات قسمتها لنصين عشان بنتي الصغيرة برضو هي مش حابة تاكل مقبلات، يعني تاكل خيار. الخيار يعني اولادي بيحبوه جدا، بيحبوه جنب الاكل. حطيت بقى المقبلات كلها في طبق واحد كده زي ما انتم شايفين. والعدس كان خلاص استوى، جبته بقى وطحنته كده في الخلاط. عايزه اقول لكم ان الحله دي بتاعه العدس، انا بفضي العدس كله منها كده وبديها شطفه بسيطه، وبروح عامله فيها يعني برجع فيها العدس تاني. انا كان ممكن ان انا ادعكها كده واجيبها لكم نضيفه، بس انا حابه اوريكم ان هي الحله بتاعه العدس، ان انا ما جبتش حله تانية واعمل عليها مواعين، لا بفضي العدس كله منها واطحنه كده في الخلاط.
وبعد كده بجيب الحلة حطيت فيها شوية شعرية كده، يعني كوباية صغيرة كده من الشعرية تاخد لون كده، وبعدين بروح حاطة معاها معلقة من التوم المهروس يتشوح شوية كده ريحته تطلع، وبعد كده بنزل عليه بالعدس، واحط بقى زي ما انتم شايفين هنا فلفل اسمر، حطيت شوية شطة كده صغيرين عشان ما يبقاش حامي قوي يعني، عشان الاولاد يعرفوا ياكلوا، ان الشطه دي حاجه بسيطه كده مش بتخليه حراق ولا حاجه. وحطيت واحده من مرقه الدجاج، وحطيت الملح وظبطت الملح بتاعه، وهسيبه كده على النار ياخد غلوتين اتنين بس كده بالشعريه، غلوتين بس مش اكتر. وبيبقى كده كله في حله واحده زي ما انتم شايفين، يعني يوم العدس ده بيبقى جميل جدا لانه مبيبقاش فيه مواعين خالص. سيبته بقى كده ياخد الغلوتين، وهنا كنت محمصه عيش، ببتدي ان انا اكسره كده حتت صغيره، بحط الطبق ده كده جنبه عشان اللي عايز ياكله كده بالمعلقه ياكل، واللي عايز ياخد من العيش المقرمش ده ويحط كده في العدس ياكل، بيبقى طعمه جميل جدا. وانا من نوع الناس اللي انا بحب اخد العيش المقرمش ده واحطه كده في قلب العدس، عايزه اقول لكم كان ريحته رهيبه وطعمه يجنن. انا كده بحط كده الحاجه دي كده على السفره زي ما انتم شايفين، وباخد بقى العيش نحطه في الطبق كده ونقلبه بقى مع العدس وناكل، بيبقى طعمه جميل جدا. وبصراحه كانت اكله شتويه جميله جدا جدا. تعالوا كلوا معانا بقى بألف هنا وشفا على قلب كل اللي كل. بعد كده قلت بقى ايه، لما اعمل لهم كيكه سبونش كده اعمل لهم بيها تورتايه بالمناسبه كده بمناسبه نجاحهم، افرحهم بيها يعني. هقول لكم بقى المقادير الاول. هنا حطيت 3 بيضات، هنحطه كله في بوله واحده يا بنات، يعني هعملها لكم سهله جدا جدا ما فيهاش اي تعقيدات، زي ما انا ما معوداكم بجيب لكم كل حاجه سهله. حطيت 3 بيضات، عليهم نص معلقه من كيك شيف، عليهم معلقه كبيره من محسن الجل، معلقه كبيره مليانه، عليهم كيس فانيليا او كيسين. تمام، حطيت انا هنا حاطه كيسين فانيليا، عايزه تحطي كيس واحد مش مشكله. حطيت كمان كوبايه ونص من الدقيق، ولازم انخلهم كده زي ما انتم شايفين. هحط كمان نص كوبايه من السكر البودر، وهنخلها برضو كويس قوي. وهحط كمان نص كوبايه من الميه. يبقى المقادير بتاعتنا ايه، اقولها لكم تاني عشان ما تنسوش: 3 بيضات، عليهم طبعا فانيليا، كيس فانيليا او كيسين، نص معلقة صغيرة من كيك شيف، معلقة كبيرة مليانة من محسن الجل، وده بيتجاب من عند العطار او من عند بيع مستلزمات الحلواني. حطيت كوباية ونص من الدقيق، نص كوباية من السكر البودر، والسكر والدقيق لازم انخلهم. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية مية، وبالمضرب بقى وهخلط الكلام ده كله كده مع بعضه. هخلطهم كويس قوي لحد ما يدوني اللي هو القوام الكريمي، زي القوام بتاع الكريم شانتيه كده، قوام كريمي جميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هضربه لحد ما يفتح لونه قوي ويديني القوام الكريمي اللي انتم شايفينه ده. بعد كده معايا اي قالب بقى عندك، صينيه، قالب مستطيله او مدوره او اي قالب انت تحبيه. وحطيت كده عندي الصينيه الالمونيا، بحب الالمونيا جدا جدا في المخبوزات والكيكه، بحب استخدم الالمونيا، بتكون التسويه بتاعتهم افضل بكتير. حطيت بقى فيها ورق زبده كده ودهنته بالزيت، وبعد كده نزلت بخليط السبونج بتاعي وفردته كده بالاسباتيولا، واديته خبطتين ودخلته على درجه حراره متوسطه لحد ما استوى معايا كده زي ما انتم شايفين، يعني خد حوالي نص ساعة في الفرن. بعد كده اختبرته بالخلة لقيته تمام معايا، خرجته. وبعد كده هغطيه بفوطة كده او بفوطتين علشان الوش ما ينشفش معايا، وكمان الكيكة تضطر معايا اكتر وتبقى حلو. وهركنها كده شوية جنبي لمدة ساعتين، ما ينفعش اشتغل فيها على طول لان هتتفرول مني، لازم تسيبها كده ساعتين او 3 ساعات، ويكون احسن لو انت عملتيها من بالليل. هركنها بقى كده، وتعالوا نعمل بهارات الفراخ وبهارات السمك وبهارات اللحمة، هتنفعنا جدا جدا في شهر رمضان الكريم. بدل ما هتقعدي تاخدي من كل العلب كده، من كل علبة توابل عندك نص معلقة او معلقة، لا هنجمعها كلها كده في برطمان واحد، ولما تيجي تعملي اللحمة هتاخدي او الفراخ هتاخدي كده معلقة من التوابل دي، وهتبقى افضل بكتير وارخص بكتير من ان انتي تشتريها من بره. هبتدي معاكم اول حاجة ببهارات الفراخ،
والمقادير بتاعتها عبارة عن معلقة كبيرة من كل نوع من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة جنزبيل، معلقة كبيرة زعتر، معلقة كبيرة كزبرة جافة، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بصل بودر وتوم بودر. يعني معلقة كبيرة من الاتنين مع بعض، بصل بودر وتوم بودر، ومعلقة صغيرة حبهان، ومعلقة صغيرة كمون. ركزوا كده في المكونات، وان شاء الله هكسبها لكم في صندوق الوصف. يعني هسيب لكم المقادير كلها بتاعه البهارات اللي هنعملها كلها في صندوق الوصف. هاخد بقى المقادير اللي هي المطحونه او المكونات او البهارات المطحونه معايا، هحطها كده كلها مع بعضها. وهاخد بقى البهارات اللي هي الصحيحة او السليمة عشان اطحنها في الخلاط، اللي هي الفلفل الاسمر والكزبرة والحبهان. طبعا لو دول عندك مطحونين يبقى تمام، مش مطحونين زي عندي كده هبتدي ان انا احطهم في المطحنة بتاعة الخلاط وهطحنهم ناعم جدا. طحنتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفينه، كمان نخلتهم عشان يبقوا معايا ناعمين قوي، وهبتدي ان انا اضيفهم كده على بقية البهارات اللي عندي. طبعا المطلوب ان البهارات دي كلها تكون ناعمة، فلو انت عندك صحيح هتاخدي البهارات الصحيحة وتطحنيها، وبعد كده تحطيهم كلهم كده على بعض وهنقلبهم كويس جدا. وممكن تاخديهم كده تديهم كمان ضربة كده في المطحنة عشان يتجانسوا مع بعض كويس قوي. يا اما لو مش محتاجة هتقلبيهم انت بايدك كويس قوي لحد ما يبقوا كلهم لون واحد زي ما انت شايفة كده. المكونات كلها تختلط ببعضها وتبقى مكون واحد، ما تعرفيش تميزي اي نوع بهار عن التاني. بعد كده بقى هجيب برطمان عندي يكون جاف، يعني يكون ناشف جدا مفهوش اي نقطة مية، وتتأكدي من كده كويس. واحط بقى فيه البهارات بتاعتي كده، وهحتفظ بيها بقى في التلاجة، في علبة التوابل عندي في ظرف الخزين. هتحفظيها تعينيها عندك يعني زي ما بتعينيها، مش هيجرى لها اي حاجة. هنا ما ضفناش ملح لان انا عامله لكم البهارات زي اللي بنشتريها من بره دلوقتي الجاهزة. الكيس بيتباع ب7 جنيه وب8 جنيه مفهوش معلقتين. والسايبة نفس الحكاية برضو، فاحنا نعملها في البيت هنبقى ضامنين نظافتها وهتبقى جميلة. حطيت عليها ستيكر كده مكتوب عليه بهارات الدجاج. لو انت ما عندكيش الاستيكر ده هتجيبي ورقة كراسة وتكتبي عليها بهارات فراخ، وتروحي حطاها على البرطمان وتلزقي عليها لزق اللي هو السلوتيب الابيض العادي. خلاص كده تمام. تعالوا بقى نشوف البهار اللي بعد كده، وهو بهار اللحمة. هنعمل مع بعض بهار اللحمة. وعارفين طبعا برضو هينفعنا البهار ده في اي لحمة احنا هنعملها، زي مثلا كباب حلة، زي اللحمة كده بالبصل هتحطي منها في تتبيلة اللحمة المشوية، هتعملي صينية بطاطس باللحمة. يعني اي لحمة تعمليها تحطي معلقة من بهار اللحمة ده. بصراحة جميلة جدا وهتوديلك اللحمة في حتة تانية خالص. طعمها جميل جدا واوفر بكتير من بره زي ما قلتلكوا، انضف كمان. المكونات بقى والمقادير بتاعت بهار اللحمة دي عبارة عن معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الحبهان، معلقة كبيرة من ورق اللورا. بعد كده معلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من القرنفل، معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، معلقة صغيرة من البابريكا. برضو هنخلط، هنجيب كل المكونات اللي هي او البهار اللي هي الصحيحة عندي، وهطحنهم مع بعض برضو في مطحنة الخلاط، وهيبقوا عندي بالشكل ده. هضيف عليهم بقى كل البهارات الناعمة اللي معايا او اللي هي مطحونة ناعم، وهقلبهم برضو كويس مع بعض اوي لحد ما يمتزجوا برضو ويبقوا كلهم كده لون واحد، وما تعرفيش تفرقي اي نوع بهار في قلب البهار دي. يعني تقلبهم كويس اوي. وبرضو هجيب برطمان كده يكون جاف، يكون ناشف معايا خالص، وهحطهم فيه. هحتفظ بيهم في برطمان كده زي ما انتم شايفين، وهتعينيه برضو عندك في ضرفة الخزين بتاعتك عادي. عايزة اقولك والله ان البهار دي حلوة جدا وهتنفعنا جدا جدا في شهر رمضان. يعني هتسهل علينا وقت ومجهود، وعايزة اقولك طعمها بتبقى جميلة جدا في الاكل. انا جايبه لكم يعني البهار الطريقه اللي هي من الاخر. تعالوا بقى نعمل بهار السمك. احنا عملنا بهار اللحمه وادي بهار الفراخ. تعالوا بقى نخش على بهار السمك، وده بيخلي السمك طعمه جميل جدا جدا. هينفع لجميع انواع السمك، سمك بقى مشوي، سنجاري، مقلي، في جميع انواع السمك. لو هتعملي صينيه
هينفع برضو حلو جدا 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 في تتبيلة الجمبري. عملت منه في التتبيلة بتاع الجمبري كان تحفة. وقت ما بيخلص عندي بعمل غيره. تعالوا بقى نتعرف على المكونات بتاعت بهار السمك، وهي عبارة عن معلقة كبيرة من الكمون، وعارفين ان السمك بيحب الكمون، فنحط معلقة كبيرة مليانة كده تكون محترمة كمون، ومعلقة كبيرة كزبرة جافة، ومعلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة كبيرة كركم، ومعلقة كبيرة بابريكا. طبعا البهار ده كله عندي ناعم زي ما انتم شايفين. هقلبه برضو كويس اوي مع بعض. انا كان عندي الكزبرة الجافة صحيحة يعني والكمون صحيح، فقلت بقى لما اخلطهم مع بعض يعني اخلطهم بالمرة كده عشان احط لكم البهار ناعمة على طول بدل ما نقعد كل شوية نخلط. فقلت مني يعني وبخلط كده اخلطهم هما كمان. خلطت برضو الكزبرة وخلطت الكمون وجبت لكم الايه المكونات يعني مخلوطة مطحونة ناعم كده على طول. قلبتهم برضو كويس زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم والله ريحتها رهيبه، ريحتها في منتهى الجمال. جربوا والله البهارات دي وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله عندي بهارات الكبده هبقى اعملها لكم برضو، وبهارات الشاورما وبهارات الكفته هعملها لكم برضو. ممكن في الفيديو الجاي ان شاء الله بامر الله، او الفيديو اللي بعده على حسب بقى منزل اجيب البهارات بتاعتهم. وكمان اكون استعملت اللي عندي، او مش لازم والله استعملها، ان شاء الله هعملها لكم حتى الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعني. بهارات الكبده وبهارات الشاورما والبهارات بتاعه الكفته. زي ما انتم شايفين كده برضو حطيتها في برطمان. زي ما انتم شايفين الناس اللي هي بتستكتر البرطمانات انت ممكن تعينوهم في كيس، بس البرطمان بيكون افضل وبيكون احسن، بيحافظ على الحاجة احسن وامن ويكون احلى واحلى لو برطمان ازاز. طبعا بتجيبوا برطمانات صلصة وبتجيبوا برطمانات مربى، فاي برطمان يفضى عندكم اغسلوه ونشفوه كويس وعينوه ما ترموهوش، هينفعكم في حاجات كتير. وكده عملنا بهارات السمك. يبقى كده عملنا الثلاث بهارات اللي هي بهارات اللحمة وبهارات الفراخ وبهارات السمك، هيبقوا حلوين جدا وينفعونا في رمضان. طبعا الثلاث انواع اشكالهم باينة او لونهم يعني باين، لان هم مختلفين شوية باختلاف البهارات. يعني بصوا انا هعمله لكم كده اهو. بصوا هما باينين، بس لو انت مش هتقدري تفرقيهم برضو هتحطي عليهم ستيكر او هتكتبي على ورقة كراسة عادية خالص، تقطعيها مربع صغير وتكتبي عليها بهارات لحمة، بهارات فراخ، بهارات سمك، وتلزقيها كده على البرطمان باللزق الابيض بتاعنا العادي. والبرطمان بتاعك هتمسحيه وهتنضفيه وكل حاجه. الاستيكر ده او اللزقه اللي لزقتيها دي مش هيجرى لها اي حاجه. تعالوا بقى نرجع للتورتايه بتاعتنا ونشوف بقى هنزينها ازاي. لو لسه يعني لحد دلوقتي كده وصلت لحد هنا ما حطيتيش لايك للفيديو، يا ريت تحطي لايك للفيديو وتنوريني كده باشتراكك الجميل الحلو ده، وكومنت جميل حلو يشجعني ويحفزني كده ان انا اكمل في الفيديوهات. ويعني قولي لي انت بتشوفيني من اي بلد عشان ابقى عارفه. بصوا بقى الكيكايه سبتها هنا حوالي ساعتين، ويكون افضل ان يكون اكتر. بس اوعي تعمليها اول ما تطلعيها من الفرن، او حتى لو كانت بردت شويه هتفرول معاكي ومش هتبقى حلو. عايزه اقول لكم هنا ان انا قسمتها نصين، بس كان ممكن اقسم الكيكه كلها لنصين واعملها 4 طبقات، بس انا الكريم شانتيه اللي عندي ما كانش هيكفي غير ان انا اعمل طبقتين بس. فطبعا قلت عشان ما عنديش وكده ومش هعرف ابعت اولادي يجيبوا ومش هعرف انزل اجيب، فانا قلت ايه هعملها لطبقتين 2 بس. طبعا عملت الكريم شانتيه، بحط الكريم شانتيه وقده ميه ساقعه. يعني لو كوبايه كريم شانتيه تحطي كوبايه قصاده كوبايه من الميه المثلجه، لازم تكون مثلجه يعني تكون فيها تلج. ونص كوباية سكر بودر. طبعا هتحطي سكر في حالة ان لو الكريم شانتيه خام، وطبعا يفضل ان انت تجيبيه خام يكون احسن. هتحطي بقى كده كوباية كريم شانتيه عليها كوباية من المية المثلجة عليها نص كوباية سكر بودر، وهتضربيهم بالمضرب كويس جدا. للأسف مش هينفع بالمضرب اليدوي خالص، يعني الاسبونج ممكن تعمليه بالمضرب اليدوي هياخد منك ضرب شوية، لكن الكريم شانتيه مش هينفع، لازم مضرب كهربائي. هضربهم كويس قوي لحد ما قوامه كده يتقل معايا حوالي، تضربيه حوالي 7 دقايق او 10 دقايق. هتلاقي الكريم شانتيه عمل معاكي كده منقار يعني زي المنقار كده بتاع الديك، فهيبقى كده معاكي تمام. اللي هو انت بتاخديه كده بيثبت زي ما هو كده، ما بيدلقش معاكي. فاهمين قصدي؟ لو فاهمين قولوا لي فاهمين. وبعد كده خلاص ببتدي بقى ان انا ازين بيه. طبعا سقيتها بميه بسكر، حليت كده نص كوبايه ميه خليتها مسكره وسقيت بيها الكيكه. لو عندك اي عصير ممكن تسقي بيه مفيش مشكله.
وبعد كده او بكمبوت فاكهه برضو لو عندك هتسقي بيه، ما عندكيش هتسقي بميه بسكر زي ما انا سقيت كده. وحطيت بقى الكريم شانتيه وحطيت الطبقه التانية، وبدات بقى ان انا اغلفه كله كده بالكريمه وجلستها كده كويس. وبعد كده عملت فيها خط كده بالسكينه المشرشره، وبدات بقى ايه ان انا اعملها بروزيتات كده من الكريم شانتيه بالقمع ده. وخلاص بقى ان انا هسيبها على كده، وهجيب بس كان عندي فراولة هقطعها لشرايح واحطها كده في الجنب هناك كده عشان تديها برضو شكل حلو. طبعا التزيين ده في حاجات كتير هتزيني بيها، بس انا عملت بالموجود عندي. يعني مش هنوقف الدنيا على حاجة وهنتصرف وكمان يعني يعني عشان اعملها لكم موفرة واقتصادية زي ما انتوا شايفين، ما كلفتناش حاجة. يعني عملناه بدقيق عادي، كوبايتين، كوباية ونص دقيق من اللي موجودة عندنا عادي في البيت، نص كوباية سكر من الموجودة عندنا في البيت، وثلاث بيضات ب10 جنيه، وب10 جنيه كريم شانتيه، وخلاص على كده. يعني الحكاية كلها كلفتنا مثلا ممكن 25 جنيه، عملنا تورتية جميلة. طبعا لو انت بقى عايزة تزودي اي حاجة فواكه او اي حاجة تقدري تزودي براحتك. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب